مغاربيا وهذه المرة إلى تونس، وفيها أصدرت المحكمة الابتدائية في محافظة مدنين جنوب شرقي تونس أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين في حادثة فقدان مركب مهاجرين على متن 18 تونسيا بسواحل جرجيس عام 2022. وقال مسؤول قضائي إن الأحكام تراوحت بين 4 إلى 10 سنوات بتهمة مساعدة الأشخاص على مغادرة تونس خلسته. وكان أهالي جرجيس قد نفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية بينها إضراب عام مطالبين السلطات بالكشف عن مصير ذويهم. في تونس أيضا تتصاعد الدعوات بين الأوساط بحل حركة النهضة، ذلك عقب تسريب وثائق تتعلق بمخطط لرئيس الحركة يهدف لزعزعة استقرار تونس وبث الفوضى. حزب التحالف من أجل تونس قال للحدث إن حل الحركة عن طريق محاسبة أعضائها أصبح مطلبا شعبيا، وأن مخطط الحركة المسرب هو مخطط إرهابي لاستهداف أمن تونس وشعبها، في حين وصف أعضاء في البرلمان المخطط بالخطير جدا ويستدعي المحاسبة، ويؤكد أن الغنوشي انقلابي وبعيد كل البعد عن العمل الحزبي والمدني وكذلك الديمقراطية بحسب بيان الحزب. من تونس للنقاش ينضم إلي الإعلامي الأستاذ حافظ الغريبي. مرحبا بك أستاذ حافظ. مسألة الأوساط الشعبية التي تطالب دستوريا وقانونيا كيف يمكن أن تترجم إلى واقع، والحركة الآن أصلا محظور نشاطها، محلها يعني نحاول أن نفهم ما الذي يمكن أن يحققه حل الحركة وهي محظورة الآن من أي نشاط يعني، وتحاسب في قضايا في المحاكم. مساء الخير. فعلا هو سؤال يعني في محله في مثل هذا الظرف بالذات الذي أثيرت فيه التسريبات التي عرضت المخططة الذي وضعه رئيس الحركة وتم العثور عليه بمنزله عند إيقافه يعني منذ تقريبا السنة ونصف، عندما تم إيقافه في شهر رمضان على ما أعتقد. اليوم تسرب هذه الوثائق التي كشفت ربما معطيات جديدة حول ما يخطط له. أولا دعني أقول أن رئيس الحركة هو متابع قضائيا في عدد من القضايا ومن ضمنها التآمر على أمن الدولة، وفي هذا الإطار تم تسريب هذه الوثائق من أحد الملفات القضايا المعروضة. ثانيا حركة النهضة بدورها مجمدة كحزب ومقراته كلها مغلقة، ولا يمكن لأي موظف أو قيادي أو أي شخص معني للدخول هذه المقرات أو حتى التعاطي أو التعامل مع أي شيء له علاقة بالحزب. اليوم الإطارات التي تعمل داخل الحركة داخل الحزب والقيادات كذلك لا يمكن لها حتى الحصول على مرتباتها التي اعتادت أن تحصل عليها من الحزب، وبالتالي اعتقادي أن الحركة في حالة شلل تام، والعديد من المواطنين التونسيين الذين كانوا يتعاطفون مع هذه الحركة انفضوا من حولها، حتى ظروف البعض من القيادات أضحت باينة إلى العموم كيف تغيرت بشكل ملحوظ، وبالتالي هناك نقص في التمويلات، نقص في الحصول على اعتمادات. ثالثا فيما يخص مرسوم الأحزاب الذي صدر منذ 2011 ينص فيما ينص فصل 28 على إمكانية حل أي حزب شرط أن يتقدم الوزير. هنا بالضبط هذا هو مكمن سؤالي، يعني التكييف القانوني كيف؟ وأنت ذكرت أن هذه القضية مربوطة بالقضية المعروفة يعني حتى على مستوى الإعلام يعني التي اعتقل فيها كذلك صحفيين ربما وإعلاميين أيضا، التآمر ضد الدولة، وهنالك محاكمة شخصية. كيف يمكن أن تلتقي المحاكمة جنائيا وشخصيا لمحاكمة تنظيم سياسي وصولا إلى حل كما هو مطلب شعبي يعني؟ هناك احتمالين أو دعني أقول قراءتين. الأولى تذهب إلى أن
المتابعة تتم لمسؤولي الحزب وقياديه وعلى رأسهم راشد الغنوشي من خلال ما تم العثور عليه من وثائق، وربما بعضها لم يقع تسريبها للعموم لكنها تبدو أنها خطيرة. وبعد صدور الأحكام النهائية ربما من ضمن تلك الأحكام يقرون بحل الحزب على اعتبار أنه خطط إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي. يعني هل هذا وارد بحسب قراءتك من قبل الدولة أم لا غير مهم؟ كما أشرنا الحركة فقدت جماهيريتها، نشاطها معلق، وبالتالي لا حاجة ربما لفتح النيران والانتقادات من وراء البحار يعني بسبب هذه الموضوع. مسألة الخيط الرفيع ما بين القانون، إعمال القانون، ومسألة الديمقراطية وحرية التعبير والنشاط السياسي. فعلا سيدي، هذه قراءة أولى لكن تتطلب بعض الوقت على اعتبار أنه لا بد من محاكمة الذين خططوا ووضعوا وإصدار أحكام نهائية يعني ابتدائي واستئناف وتعقيب، وبعد ذلك تقر تلك الأحكام وحل الحزب. وهناك قراءة ثانية تقول أن ربما هذه التجميد والقرار الذي تم وهو قرار يمكن إداري بالأساس يمكن أن يتبعه طلب من الوزير الأول أي رئيس الحكومة حاليا إلى المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لجملة المعطيات التي واردة، يطلبون مباشرة من رئيس المحكمة الابتدائية في قضية استعجالية حل هذا الحزب وآليا يتم حل الحزب. لكن اليوم هو في حالة موت سريري الحزب ولا معنى لوجوده ولا يمكن أن يتحرك لا داخل الجهات ولا في العاصمة ولا حتى في لكنه بين الحين والآخر، وإن كان تحت لافتات مغلفة فئويا مغلفة تحت جبهة الخلاص، يحرك أنصاره في الشوارع. والرئيس قيس سعيد قال من أراد أن يتظاهر فليتظاهر، وبالتالي هذه المعطيات الجديدة يمكن أن تحظر نشاطه وتسيير التظاهرات وعدم منح التراخيص على سبيل المثال. هو التحركات الأخيرة التي تمت دائما تتم في إطار جبهة الخلاص وليس في إطار الحزب حركة النهضة. يتوافد أنصار الحزب، هذا مؤكد، لأن الحزب بدوره ينضم إلى جبهة الخلاص التي تضم عدد من الأحزاب، لكن لا يتحرك الحزب بمفرده. لكن دعني أقول هناك ورقة قد يلعبها الحزب بامتداداته داخل الجهات، لأن الأشخاص ليسوا كلهم موقوفون أو تحت أنظار المحكمة، لكن هناك أشخاص يتمتعون بالحرية قد يلعبون ورقة في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الحث على ربما انتخاب مرشح دون الآخر أو دعم ذاك المرشح على حساب مرشح آخر. نعم. ربما كذلك من خلال بث البلبلة خلال فترة الانتخابات، هذا احتمال وارد. ولكل مكان وكل مقام كما يقولون مقام، وكل ظرف هناك رد فعل. واعتقادي أن الفترة القادمة قد لا تحمل الكثير من الجديد لهذا الحزب الذي هو في حالة موت سريري منذ مدة طويلة. من تونس الإعلامية الأستاذ حافظ الغريبي، أشكر لك حضورك وكل ما تفضلت به.